الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فهذا مجلس جديد من مجالس شرح متن الأجرامية لمصنفها الشيخ محمد بن محمد بن الأجرام الصنهاجي رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس السابق قد تم بنا البيان عند آخر كلام المصنف رحمه الله تعالى في باب معرفة علامات الإعراب. وذكر رحمه الله أن أول علامة من علامات الإعراب هي علامة الرفع، وذكر لها أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. وبيانها في الموضع الأول في قوله فأما الضمة، وقد تكلمنا أن الضمة تكون علامة رفع في 4 مواضع أيضا، أن الضمة تكون علامة للرفع في 4 مواضع أيضا بالاسم المفرد مطلقا. والمقصود بالاسم المفرد نعم، لو أردنا أن نأتي له بحد، ما هو حد الاسم المفرد؟ أحسنت، كل اسم لم يتعلق به شيء، لم يسبق بشيء ولم يلحق بشيء، هذا الاسم المفرد. جيد. وقد يكون منكرا وقد يكون معرفا، فنقول مسجد أو المسجد. فالاسم المفرد علامة رفعه الضمة. وشاهده، وردنا أن نأتي على ذلك بشاهد، مثلا محمد رسول الله، علم مفرد محمد رسول الله، ورفع بالضم. نعم. ثم قال وجمع التكسير مطلقا. جمع التكسير يعني هو كان أردنا أن نرجئ الحديث عنه في تفاصيل، لكن بما أنه سيتكرر كثيرا، وذكرنا أنه من استثناءات الجمع. الأصل في الجمع في صورة الجمع إذا أردنا أن نجمع شيئا، فكيف تكون صورة الجمع؟ لو مثلا أردنا أن نجمع كلمة صالح، صالحون أو صالحين، محسن محسنون. جيد. لو أردنا أن نجمع كلمة باب، أبواب. الآن لاحظوا أن الوزن انكسر، صالح صالحون، بقي تركيب المفرد كما هو، لكن زدنا عليه الواو والنون، صالح صالحون. لكن باب، لاحظوا التكسير الذي دخل عليه، أبواب، رجل رجال، تغيرت الصورة كاملة. فهذا هو جمع التكسير. جمع التكسير هو الذي لا يجمع على صورة مفرده، وإنما يتغير على صورة المفرد، إما يزاد منه أو يحدث منه، لذلك سموه جمع تكسير، أي تكسرت صورة المفرد فيه. وأغلب الجموع جمع سالم ولا جمع تكسير؟ أغلب الجموع إذا أردنا أن نتأمل، كرسي كراسي، محراب محاريب، باب أبواب، ترى أن أغلب الجموع تكسير، أغلبها جموع تكسير. جيد. فهذا المقصود. وجمع التكسير مطلقا، جمع التكسير علامة رفعه الضمة. نأتي بمثال، مثلا نستحضر جمع في القرآن الكريم ليس جمع سالم وإنما جمع تكسير، ويكون موضعه أنه مرفوع. طيب، في قول الله سبحانه وتعالى في وصف المساجد: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فيه رجال، ما هو إعراب رجال؟ مبتدأ مؤخر. إذا بدأت الجملة بجار ومجرور فتكون خبر مقدم ويكون مبتدأ مؤخر. رجال مبتدأ مؤخر، رجال مرفوع بالضم، ورجال جمع تكسير. واضح؟ هذا المقصود بجمع التكسير. إذا جمع التكسير أيضا علامة رفعه الضمة. جمع المؤنث السالم، أول شيء نأتي بمثال على جمع المؤنث السالم.
مسلمات، فاطمات، ماجدات، طيبات. نأتي بشاهد على جمع مؤنث سالم مرفوع. فيهن قاصرات الطرف عين، أو قاصرات الطرف بسورة الرحمن. قاصرات، أحسنت. قاصرات جمع مؤنث، وهو على نفس شاكلة الجملة التي سبقت. قاصرات مبتدأ مؤخر. جميل. فالقانتات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فهذا أيضا، فجمع المؤنث السالم علامة رفعه الضمة. علامة رفعه الضمة. واضح؟ واضح؟ جميل. ثم قال: والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع نأتي بمثال ثم بالشاهد. مثال على فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء. طبعا مقصوده لم يتصل بآخره شيء كيف يعني؟ مجرد من الضمائر، لا هاء ولا تاء ولا ناء مثنى. فعل مضارع مجرد. تمام. لو أردنا أن نأتي بمثال أبو عبد الرحمن على فعل مضارع، فعل مضارع مجرد، أي فعل مضارع. يشرب. يشرب مثلا. يأكل. تمام. يصلي. جيد. الآن لو أردنا أن نأتي بشاهد، طبعا الشرط الفعل المضارع المجرد أن يكون، طبعا إما أن تكون حركته ظاهرة أو مقدرة. سواء كانت ظاهرة أو مقدرة فهو يرفع بالضمة. لكن إذا كانت مقدرة نبين. مثلا كلمة يصلي، يصلي محمد. إعراب يصلي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الضمة ما ظهرت، لا أستطيع. طبعا هو من حيث الأصل الفعل المضارع بيكون مرفوع بالضمة. مثلا يشرب، لكن يصلي لأنها انتهت بحرف علة، وحروف العلة هي ثلاثة: الألف والواو والياء. هذه حروف العلة. نأتي بأمثلة. يصلي مثال على الياء، مثال على الواو، مثال على الألف يسعى هذا، ومثال على الواو يدعو. يدعو، واو يدعو. لاحظ الضمة ما ظهرت. ما أستطيع أن أقول يدعو مثل يشرب. ما أستطيع أن أقول يدعو، صار في عندي ثقل. ما أستطيع أن أقول يمشي تعذر، صار في عندي تعذر الآن. جيد أو ثقل. الآن إذا كان معتل الحركة موجودة لكن ما ظهرت، قدرناها تقديرا. إذا كان غير معتل ما انتهى بحرف علة: يشرب، يكتب، يلعب، يأكل. الضمة وظهرت وضحت. فهنا ضمة. فالفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء تكون علامة رفعه الضمة. واضح هذا الكلام؟ نعم. جيد. جميل. نكمل إن شاء الله. قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف. أحسنت، حسبك، بارك الله فيك. نريد أن نتعرف على مصطلحين، ونريد أن ندقق وأن ننتبه. نريد أن نفرق بين الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. هذه من أصول اللغة. الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. الأسماء الخمسة هي أسماء، والأفعال الخمسة هي أفعال. جميل. هنا ذكر المصنف الأسماء الخمسة وقال هي أبوك. طبعا هي كلها يعني تقريبا في الرحم. أبوك، أخوك، وحموك. لماذا لم يقل وحموك؟ ما هو الحمو؟ عندنا حديث حمو الموت اللي هو أخو الزوج أو أقارب الزوج، يعني هو أصالة أخو الزوج ويدخل فيه كل أقارب الزوج. الحمو الموت يعني أخو الزوج بالنسبة للزوجة هلاك، يعني سهولة دخول الشيطان بينهما، لذلك جاء التنصيص على الحذر منه. الحمو الموت. فالمعني بالحديث أصالة الرجل ولا المرأة؟ حموك ولا حموك؟ حموك. هو الخوف على المرأة، صحيح. لكن هل يدخل أيضا الرجل
في الخوف منه، في الخوف عليه من أخوات الزوجة يدخل. كلاهما خطر، سواء كان خطر أخو الزوج على الزوج، أخو الزوج على الزوجة، أو أخت الزوجة على الزوج، كلاهما خطر. لكن الذي جاء به النص هو أخو الزوج الحمو، فقيل حموك تغليبا، فقيل حموك تغليبا، وإلا يجوز أن يقول حموك أو حموك. جميل. وفوك وذو، وذو. جيد. هذه أسماء خمسة. الأسماء الخمسة بالإضافة لجمع المذكر السالم ترفع بالضمة أو ترفع بالواو. ترفع بالواو كما قال المصنف: وأما الواو فتكون علامة لرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. جيد. لاحظوا جمع المؤنث السالم ما هي علامة رفعه؟ الضمة. النساء علامة رفعها الضمة، تكفيها الضمة لأنها رقيقة لطيفة. لكن الرجل لأنه قاسي وقوي لا تكفيه الضمة، هو بحاجة إلى الواو. هذا من باب يعني قاعدة الاقتران حتى أقرب لك المعنى. الجمع المؤنث السالم أخذناه في النوع الأول، علامة رفعه الضمة لأنها لطيفة المرأة، الضمة تكفيها. لكن الرجل جمع المذكر السالم يحتاج إلى شيء أقوى من الضمة، لأنه أشد وأقوى من المرأة، يحتاج إلى الواو، والواو هي إشباع الضمة، والواو هي إشباع الضمة. جمع المذكر السالم نأتي بمثال ثم بشاهد. نأتي بمثال على جمع مذكر سالم مرفوع، هذا شاهد. نريد مثال، مثال على جمع مذكر سالم. أي جمع مذكر سالم؟ نعم، يتساءلون، هذا فعل. أحسنت. جاء المؤمنون، جاء الصالحون، المفلحون، الطيبون، المصلون، هذه كلها جموع. هذا مثال. طيب الآن نأتي، طبعا اعطوني مثال أيضا قبل الشاهد، مثال على جمع مذكر سالم مرفوع. أن تقول جاء المصلون، أفلح المؤمنون. ممتاز. شو إعراب المصلون هنا؟ أعرف إعرابا تاما لأنه جمع مذكر سالم. أفلح المؤمنون، المؤمنون فاعل مرفوع، الواو لأنه جمع مذكر سالم. أحسنت. تمام. نأتي الآن بالشاهد. شواهد. طبعا أشاهد هذا، قد أفلح المؤمنون، هذا شاهد. جيد. نحاول نستحضر أيضا جمع مذكر سالم جاء في القرآن أو في الحديث مرفوعا. الذين هم فيه مختلفون. مختلفون، مختلفون. الذين هم للزكاة فاعلون. فعل، ليست فعل ولا اسم؟ اسم فاعل. اسم الفاعل يلحق بالأسماء ولا بالأفعال؟ أكيد. طيب إذا الذين هم للزكاة فاعلون، الذين هم فاعلون للزكاة باعتبار. جيد. فاعلون إذا اعتبرناها اسم جمع مذكر سالم مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. جميل. هذا الموضوع الأول، جمع المذكر السالم يرفع بالواو، والأسماء الخمسة أيضا ترفع بالواو. أبوك، مثال على أبوك: قال أبوك، قال أبوك. مثال على أخوك: بما أنه قال أبوك فأخوك إيش لازم يفعل؟ سمع أخوك. حموك، مثال، حط فعل قبل حموك، ضع فعلا. أتى حموك، أتى حموك. أو احذر من حموك. احذر من حموك. من حموك. ورفعت الضرورة الشرعية والضرورة البلاغية. وفوك، ما معنى كلمة فوك؟ ما هو الفم؟ فوك، لا فض فوك، لا فض فوك هكذا يقولون. جميل. لا فض فوك. فوك في هذه الجملة لا فض فوك، ماذا إعراب فوك في هذه الجملة؟ فض فعل ماضي مبني، هو مبني المجهول ولا غير مبني المجهول ولا مبني المعلوم؟
فوك نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. لا فض فوك. تمام. وذو مال، كلمة ذو هذه هي المقصودة. ذو تتغير حركتها بين الرفع والنصب والجر، فنقول ذو مال، ذا مال، ذي مال. وكذلك الأسماء كلها، أبوك، أباك، أبيك، أخوك، أخاك، أخيك، هكذا. لكن هنا في حالة الرفع هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو، وسوف تأتينا في حالة النصب كيف تنصب، وفي حالة الجر كيف تجر. وضحت؟ جميل. إذن في الواو علامة الرفع بالواو في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. جميل. ثم قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. في تثنية الأسماء. ما معنى كلمة تثنية الأسماء؟ ما معنى كلمة تثنية؟ أيوة أحسنت، المثنى. المثنى. ما هو المثنى؟ الاسم الدال على اثنين، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى. فالمثنى علامة رفعه الألف، علامة رفعه الألف. مثال على مثنى رجلان، مثال على مثنى رجلان، مسجدان، موضعان، مثلا عينان، هذا المثنى. تمام. فعلامة رفعه الألف. نأتي بمثال جاء الرجلان. لاحظ علامة الرفع لا هي الواو ولا هي الضمة. علامة الرفع في الرجلان لا هي الواو ولا هي الضمة. علامة الرفع في المثنى الألف. جاء الرجلان، رأيت الرجلين مثلا، بباب التفريق حتى أفرق لكم. الرجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه بدك تعلل، ينبغي أن أعلل. ممتاز. واضح؟ جميل. هل هنالك شاهد وهو فيها عينان تجريان؟ ممتاز. عينان مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. ممتاز. وقال رجلان من الذين أنعم الله عليهما ادخلوا عليهما الباب. وقال رجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. تمام. جيد. إذن هي الألف علامة لكم موضع؟ موضع واحد، شيء واحد في اللغة العربية يرفع بالألف، ألا وهو المثنى. جميل. إذن هو ابتدأ بالموضع الأول 4، الضمة 4، الواو 2، الألف 1. ثم قال رحمه الله: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية أو ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. جميل. هذا الموضع الأخير بارك الله فيكم من المواضع الأربعة المتعلقة بالرفع، وهو الفعل المضارع، وهو النون أن يرفع بالنون، وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو جمع أو المؤنثة. هذه التي نسميها الأفعال الخمسة. تعرفنا على الأسماء الخمسة. مين حفظها؟ مين حفظ الأسماء الخمسة؟ أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. جيد. حاول نحفظ. حموك أو أحسن. إذن أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. هذه أسماء خمسة، هذه ليست أفعال، إنما هي أسماء. الآن الأفعال الخمسة أفعال متقاربة. تمام. أولا قال الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية. المثنى ما هو ضميره؟ الألف. يفعلان للمذكر وللمؤنث تفعلان. للمذكر يفعلان وللمؤنث تفعلان. أو قال جمع، تفعلون للمذكر وللمؤنث تفعلون للمذكر، هذا ضمير الجمع. يفعلون تفعلون، ما في عندنا مؤنث. في الجمع عندنا مذكر، في التثنية مذكر ومؤنث. يفعلان تفعلان، في الجمع يفعلون تفعلون، والمؤنث تفعلين. هذه أفعال خمسة.
نبدأ بالمثنى: يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلون. هذه هي الأفعال الخمسة. هذه الأفعال الخمسة علامة رفعها النون. النون علامة رفعها النون. مثلا يرسمان، رجلان يرسمان. يرسمان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه يعبر اللغويون ويقولون ثبوت النون، هكذا يقولون، لأنه من الأفعال الخمسة. يعني سوف يأتينا مفصلا النون هذه لأنها ربما تحذف، الذي يطرأ عليه التغير. طيب خلينا أوضح لكم الآن مسألة. الآن الذي يطرأ عليه التغير في الفعل المضارع المجرد يكتب، جيد، في حال تغيرت كلمة يكتب، التغير أين يحصل؟ في آخر حركة، من الضمة إلى الفتحة إلى الكسرة. جيد، يكتب، هذا لأنه فعل مضارع مجرد. الآن نأخذ المثنى. المثنى حركة التغير يكتبان، رجلان. رجلان مثنى. إذا بدي يصير التغير على الجملة: جاء الرجلان، مررت بالرجلين. إذا التغير وين صار عندي؟ في الألف. في الألف. إذا هو علامة رفعه الألف، لأنه علامة نصبه الألف هي التي سوف يأتي عليها التغيير. نأتي على جمع المذكر السالم: مسلمون، علامة رفعه واو. ما هي؟ الواو. علامة رفعه الواو. لماذا؟ لأنه إذا تغير موضع تركيب الجملة، جيد، الذي يطرأ عليه التغير هو الواو، كانت هي علامة رفعه أو نصبه أو جزمه. مثلا يكتبون، مسلمون، مسلمين، مسلمون، مسلمين. فعلامة رفع الجمع المذكر السالم هي الواو وليست النون التي بعده. ممكن احنا لو قدام نحتاج لوح نحاول نجيب سبورة إن شاء الله. جيد. الآن نأتي إلى الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة قلنا: يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، وتفعلين. علامة رفع الأفعال الخمسة النون. جيد. الرجلان يكتبان، أنتما تكتبان. جيد. مررت برجلين اثنين، مررت برجلين اثنين. على جميع الأحوال الذي يطرأ عليه التغيير هو النون في الأفعال الخمسة. جيد. إذا نعيد الجملة التي ذكرها المصنف. قال: للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. الضمة 4 مواضع وذكرها، الواو موضعين وذكرها، الألف موضع واحد وذكره، والنون تكون نستطيع أن نقول في مواضع 5 لأنها أفعال 5. واضح هذا البيان؟ هل من إشكال؟ هل من توضيح؟ جيد، ننتقل. طيب، قال المصنف رحمه الله: وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. جميل. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من العلامة الأولى وهي الرفع، انتقل إلى الحالة الثانية أو القسم الثاني من أقسام الإعراب وهو النصب. وقال رحمه الله: 5 علامات له هذا النصب. 5 علامات: الفتحة وأكبر منها الألف، والكسرة وأكبر منها الياء، والخامسة وهي حذف النون. أصل هذه العلامات ال5 للنصب، العلامة الأصل الأم الفتحة، هذه هي العلامة الأم، لذلك ذكرها أولا. الفتحة وهي أم علامات النصب، الفتحة. جيد. وأصلها ألف، والكسرة وأصلها الياء، والخامسة وهي حذف النون. ثم شرع في النوع الأول من علامات النصب وهي الفتحة، فقال: فأما الفتحة
فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد، وجمع التكسير، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. نبدأ بها واحدة واحدة. أولا في الاسم المفرد، حتى ينصب الاسم لابد أن يسبق بعلامة من علامات ماذا؟ النصب. ما هي علامات النصب؟ مرت معنا ولا لا؟ مرت معنا؟ ايش اللي مر معنا؟ لن، كي، اذا. هذه خفض جر. جيد، اذا سوف تأتينا. اذا ان، لن، وكي، واذا، هذه علامات ماذا؟ النصب. اذا سبق النوع الاول، اذا سبق الاسم المفرد، اعطوني اسم مفرد. محمد. جيد، الاسم المفرد محمد. هذا الاسم المفرد بارك الله فيكم إذا كان منصوبا فإنه حينئذ ينبغي أن تكون حركته الفتحة. الاسم المفرد محمد متى يكون منصوبا؟ إذا كان فاعلا؟ لا، إذا كان فاعلا يكون ماذا؟ مرفوعا. حتى يكون منصوبا ينبغي أن يكون مفعولا به. نأتي بمثال. أعطوني مثال. محمد، اسم محمد جاء مفعولا به. ضربت محمد. ضربت محمدا. حرام عليك تضربه. تمام. ضرب أحمد محمدا. ضرب أحمد محمدا. هذه الجملة دعونا نكتبها عندنا على، يعني مثلا في أي مكان عندكم في بياض. ضرب أحمد محمدا. جميل. الآن ضرب، ما هو إعراب ضرب؟ فعل ماضي. جميل. أحمد هو الذي قام بالضرب أو هو الذي وقع عليه الضرب؟ هو الذي قام بالضرب. الذي قام بالضرب ماذا نسميه لغة؟ فاعل. والفاعل دائما مرفوع لأنه قوي، دائما مرفوع. جيد. وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة. أحمد، الضمة. هل هذه الضمة ظاهرة أو مقدرة؟ ظاهرة، لأن حرف الدال ليس من حروف العلة. تمام. محمدا هو الذي وقع عليه الضرب، هو الذي فعل به الضرب، فيعرب محمدا مفعول به ماذا؟ منصوب. وما هي علامة نصب محمدا؟ الفتحة. جيد. لكن هنا عندي مسألة. أحمد، لاحظوا بقي الاسم كما هو، لكن محمدا لأجل تنوين الفتح احتجت أن أضيف إلى الاسم ماذا؟ ألف. احتجت أن أضيف إلى الاسم ألف. جيد. إذا ضرب أحمد محمدا. محمدا اسم مفرد. جيد. وهو هنا منصوب لأنه وقعت عليه عملية الضرب، فيكون محمدا مفعول به منصوب على نصبه الفتح. هذا المثال الأول. قال وجمع التكسير. جمع التكسير سبق وذكرناه. جيد. نأتي عليه الآن بمثال. أعطوني مثالا على كلمة جمع تكسير مرة مرفوعة، لأنه أخذنا الرفع، ومرة منصوبة. كل واحد فيكم سوف يأتي لي بمثال على جمع تكسير، وهذا الجمع مرة مرفوع ومرة منصوب. نبدأ. رجال. نأتي بها مرفوعة، ضع قبلها فعلا. أي فعل؟ جاء رجال. ممتاز. جاء رجال. رجال فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهذا الجمع هو جمع تكسير. الآن كلمة رجال نريدها منصوبة. بدي يكون قبلها فعل وفاعل، وكلمة رجال تأتي مفعولا به. أكرمت الرجال. طيب التاء حولها لاسم ظاهر. أكرم محمد رجالا. أحسنت. أكرم محمد رجالا. أكرم محمد رجالا. لو أدخلنا عليها أداة التعريف، ما هي أداة التعريف؟ الألف. تمام. الألف واللام. أدخل على رجالا أداة التعريف. أكرم محمد رجالا. أحسنت. أكرم محمد الرجال. الرجال نفس جمع التكسير، لكن
لما جردناها من التعريف نونت، لما دخلنا أداة التعريف بقيت فتح. أكرم محمد الرجال، فالرجال هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه وقع عليهم الإكرام، لأنه وقع عليهم الإكرام. جميل. مثال ثاني عبد الرحمن. النوافذ. كسرت النوافذ. تمام، أعطيني الحركات. الحركات. النوافذ. ممتاز. كسرت النوافذ. كسر. أعطيني يا اسم مجرد. عبد الرحمن أنت اللي كسرت. كسر عبد الرحمن النوافذ. جيد. إذا النوافذ مفعول به منصوب على نصبه. أنت اخترت الكسر. تمام. نعم شيخ إبراهيم. هربت الجمال. الجمال. هربت الجمال. جميل. وجد محمد الجمال. وجد محمد الجمال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ممتاز. هذا الاسم المفرد، هذا عفوا جمع التكسير. إذا تعرفنا على الاسم المفرد وتعرفنا على جمع التكسير، قال والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. فعل مضارع قرأ. فعل مضارع قرأ. جيد. الفعل المضارع قرأ. صحيح؟ يقرأ. قرأ مش فعل مضارع؟ طيب صحصحوا معه. يقرأ فعل مضارع. يقرأ فعل مضارع. الآن بدي أدخل عليها أداة نصب أن لن كي إذا. دخلوا هذه في الجملة. لن يقرأ. تمام. يجلس. دخلوا عليها أداة نصب. دخلوا عليها كي. كي لا تسكن. كي يجلس. لزها. كي يجلس. ننصبها. كي يجلس. تمام. أن. خلينا نأخذ مثال على أن. أعطوني فعل مضارع ودخلوا عليه أن. أن ينجو. أنت جبت حرف معتل. نريد فعل مضارع صحيح. ينجو. هذه أصلية. نفتحها. تمام. طيب. مثلا يحفر فعل مضارع. أن يحفر. أن لن نأتي بلن. أول شيء نأتي بفعل مضارع. لن يذهب. لن يذهب. فهذه أدوات النصب تسمى. إذا أردتم أن تكتبوها عندكم وهي سوف تأتي، لكن حتى نستطيع أن نحفظها، وكلما تراكمت المعلومات وتكررت حفظت. فأدوات النصب أن لن كي إذا، هذه حروف النصب الأربع. إذا دخلت على الفعل المضارع تمام فحينئذ تنصبه وتكون علامة نصبه الفتحة. طيب. ثم قال رحمه الله وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة. نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. أحسنت. الآن تكلمنا عن الأسماء الخمسة في حالة الرفع. فكروا قبل أن تجيبوا. في حالة الرفع ترفع بماذا؟ فكروا أجيبوا. بالواو. اسماء ليست الأفعال. الأسماء الخمسة بالواو. مثال قام أبوك. ممتاز. الآن قام أبوك بدي أحولها أبوك من واو إلى أنها تنصب بماذا؟ بالألف. حول الجملة واجعل أبوك أباك. نضع قبلها فعل وفاعل. مثلا لن يذهب أباك أو لن يذهب أبوك. فكروا فيها. خلينا نشوف أبو عبد الرحمن. لن يذهب. الآن أباك ولا أبوك؟ خلينا نبدأ فيها واحدة. لن حرف إيش؟ نصب. يذهب منصوب. الآن اللي بعد الفعل فاعل. ممتاز. إذن أباك ولا أبوك؟ أبوك. أحسنت. نحن نريدها منصوبة. نحن نريد أباك أن تكون منصوبة في الجملة.
أباك. أكرمت. التاء حولها لعلم. أكرم محمد أباك. أحسنت. أكرم محمد أباك. واضحة؟ فتحولت أباك من فاعل إلى مفعول به. ممتاز. إذن هذه علامة نصب الأسماء الخمسة، أنها تنصب بالألف، ترفع بالواو وتنصب بالألف. قال رحمه الله تعالى: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم. نضرب مثال على جمع مؤنث سالم مرفوع ثم نحوله إلى منصوب، هذا استثناء. النصب بالأصل علامة النصب احنا قلنا علامات النصب اللي هي ايش؟ لكن لاحظ هنا المؤنث السالم لأنها مؤنث كثيرة فتنصب بالكسرة. تنصب بالكسرة. مثلا نعم، قانتات. كلمة قانتات، أعطيني قانتات مرفوعة ثم أعطني قانتات منصوبة. اجعلها خبر. النساء قانتات. أحسنت. النساء قانتات مرفوعة وعلامة رفعها الضمة. تمام. الآن نريدها منصوبة. يعني خليها مفعول به وحط عليها أداة التعريف عشان تزبط معك. أكرم أحمد القانتات. أحسنت. أكرم أحمد. ما نقول القانتات، قانتاتي. فجمع المؤنث السالم لا ينصب بالفتح لأنه يصبح عندنا لحن في اللفظ. أكرم محمد القانتات، لاحظ أنها إيش؟ مخربطة. أكرم أحمد القانتات. فجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. جميل. الموضع الرابع: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. جميل. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. التثنية يعني المثنى. التثنية يعني المثنى. نأتي بمثنى أولا. مثنى رجلان ولا رجلين؟ احنا بدنا نصب، نريد نرفعها أولا ثم ننصبها حتى يظهر عندنا الاختلاف. رجلان نجعلها مرفوعة. هرب الرجلان. هرب الرجلان. انصبها. أحسنت. هربوا أمسكهم. ممتاز. بدأتم الآن تتقنوا أمسك أحمد الرجلين. إذن هنا نصب، وقع عليهما الفعل فنصب بالياء. نصب بالياء، هذه علامة نصب الياء. هذا في المثنى. في الجمع نأتي بجمع مذكر سالم من الجموع التي ذكرتموها قبل قليل. المؤمنون. أعطيها في جملة تكون المؤمنون مرفوعة. جاء المؤمنون. منصوبة. رأى أحمد المؤمنين. رأى أحمد المؤمنين. واضحة. واضحة جدا. واضح. إذا جمع المذكر السالم ينصب بالياء. ثم قال الخامسة: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون. بثبات النون. ما هي الأفعال التي رفعها مر معنا ترفع بثبوت النون؟ أفعال الخمسة. نعيدها، نحاول نتذكرها. يفعلان. يفعلون. هي الياء تاء. ياء تاء. يفعلان. تفعلان. يفعلون. تفعلون. تفعلين. ممتاز. هي ما بين الياء والتاء. يفعلان تفعلان مثنى. يفعلون تفعلون. للمؤنث تفعلين. هذه مرفوعة، نأتي بها في جملة أن تكون مرفوعة. أنتم تكتبون. أنتم تكتبون. ما هو إعراب تكتبون؟ فعل مضارع مرفوع على ثبوت النون. جيد. الآن نريدها منصوبة، دخل عليها أداة النصب. لن تكتبوا. أحسنت. لن تكتبوا. الآن علامة نصبها لا هي الياء ولا هي الألف ولا هي الكسرة الفتحة ولا الكسرة، حذفت النون. لن تكتبوا. كي تكتبوا. أن تكتبوا. فحذفت النون. أن يكتبوا.
أن يذهبوا. فالأفعال الخمسة علامة رفعها ثبوت النون، وعلامة نصبها حذف النون، وعلامة نصبها حذف النون. واضحة علامات النصب؟ نعم. واضحة جدا. بالممارسة وبالأمثلة وبالتطبيق يتبين الحل. جيد. ثم قال رحمه الله تعالى: وللخفض 3 علامات: الكسرة والياء والفتحة. بعد أن فرغ رحمه الله تعالى من قسمين من أقسام الإعراب وهو الرفع والنصب، شرع في موضع ثالث من مواضع الإعراب. الكم أصلها مجموعها 3 هي ولا 4 ولا 5 ولا 2؟ هي 4. أحسنت. هي علامات أقسام الإعراب 4. جيد. نحن الآن دخلنا في القسم الثالث وهو الخفض، وقال 3 علامات. الخفض له 3 علامات. ما الذي يدلني على أن هذا الاسم أو هذا الفعل هنا تعرض للخفض؟ إما علامات، إما كسرة وإما ياء وإما فتحة. إما كسرة وإما ياء وإما فتحة. نريد أن ننتبه بذكاء أن الكسرة في بعض الأشياء أو في بعض المواضع تكون علامة للخفض، والكسرة نفسها في مواضع أخرى تكون علامة لماذا؟ للنصب. مثل إيش؟ جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم. نريد أن ننتبه. الآن هو قال الخفض له 3 علامات من حيث الأصل: الكسرة وهي أم علامات الخفض، ثم الياء وهي أقوى منها، ثم الفتحة وهي أضعف منها. هذه علاماتها: كسرة وياء وفتحة. دعونا الآن ننظر متى تكون علامة الخفض كسرة ومتى تكون ياء ومتى تكون فتحة. قال رحمه الله: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. طيب، دعونا أولا نتعرف على كلمة المنصرف. إيش يعني منصرف؟ وإيش معنى سوف يأتينا غير منصرف؟ غير منصرف يعني كما تقول العرب ممنوع من الصرف. ما هو الصرف؟ الصرف هو التنوين. هنالك أسماء ممنوع أنه يأتي عليها التنوين، ممنوع، ولها دلالات. الاسم الذي على وزن أفعل وهو أنت أحمد. جيد. الاسم الذي على وزن الفعل مثل اسم على وزن الفعل ينال، اسم على وزن الفعل يزيد، اسم على وزن الفعل هو اسم علم لكن تركيبه تركيب الفعل. واضح؟ والاسم المنتهي بالألف والنون مثل عمران، عثمان، حمدان. هذه الأسماء ولها أيضا تتمة، هذه تسمى ممنوعة من الصرف، ممنوع يدخل عليها التنوين. لا يجوز أن يقول جاء ينال، لا يجوز. نقول جاء ينال. مررت بينال، سوف يأتي الآن، ما نريد أن نستمر. هذا هو معنى الصرف، معنى ممنوع من الصرف. باقي الأسماء مصروفة: محمد، خالد، سعيد، جابر، تنوين، تأخذ التنوين. هذه الأسماء الممنوعة من الصرف، جيد، بما أنها لا تأخذ التنوين، فهي كذلك لها حالات سوف تأتينا. ابتدأ بالكسرة فقال: فتكون الكسرة علامة للخفض في 3 مواضع: الاسم المفرد المنصرف. اعطوني اسم مفرد منصرف لا هو على وزن الفعل ولا يختم بألف ونون. إبراهيم لأنه أعجمي. الاسم الأعجمي ممنوع من الصرف. إبراهيم أعجمي. أحسن. المنصرف نريد منصرفا، نريد يأخذ التنوين. زيد. الآن نريد زيد مخفوض، بدك تسبقه بماذا؟ من زيد. أيوة، بدك تسبقه بحرف جر. ما هي حروف الجر؟ من، إلى. دعونا نقيدها: من، إلى، عن، على، الكاف واللام والباء. مرت معه: وحاشا ورب وحتى ومذ. جميل جدا.
سبقت معنا لما تكلمنا عن علامات الخفض، صحيح؟ فالاسم يعرف بالخفض والتنوين في كذا وكذا. طيب الآن نضرب أمثلة. اسم مفرد منصرف زيد، دخل عليها حرف من حروف الخفض، حرف من حروف الجر. مررت بزيد. مررت بزيد. جيد. حرف خفض آخر، قلت لزيد. تمام. جاء الناس حاشا زيد، حاشا من حروف الخفض. تمام. دخل الجميع عدا زيد، هذه حروف الخفض. واضح المسألة؟ هذا مفرد منصرف. تمام. ثم قال وجمع التكسير المنصرف. جمع تكسير، أعطوني جمع تكسير. أبواب. هل كلمة أبواب إذا دخلنا عليها حروف الخفض؟ مررت بأبواب. مررت بأبواب. جيد. صنعت من الأبواب سدا مثلا. صنعت من الأبواب سدا. هذا جمع تكسير منصرف. جمع المؤنث السالم، نأتي على القانتات. أعطوني القانتات في جملة سبقت بحرف خفض ولأجل ذلك كسرت. قلت للقانتات. قلت للقانتات. أحسنت. وين حرف الخفض؟ اللام. قلت للقانتات. مررت بالقانتات. مررت بالقانتات. أثمت المسلمات حاشا القانتات، وهكذا. فجمع المؤنث السالم إذا دخلت عليها أداة الخفض حروف الجر كسرت، خفضت وظهرت عليها الكسرة. جميل. ثم قال رحمه الله وأما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. جميل. في الأسماء الخمسة. نعيد ذكر الأسماء الخمسة. من يعيدها ممن لم يذكرها سابقا؟ من يعيدها لنا؟ أبوك أخوك، حموك، ذو. أحسنت. هذه الأسماء الخمسة. ترفع بماذا أخذناها؟ بالواو، وتنصب بالألف، وتكسر أو تجر بالياء. بدنا نريد 3 أمثلة. نريد أحد أسماء الخمسة. اختار اسما. كل واحد منكم سيختار اسما من هذه الأسماء يرفعها وينصبها ويكسرها. تفضل يا أحمد. قلت لأبيك. نبدأ بالرفع. خليك على القول. جاء أباك. لا، على القول. عليكم السلام ورحمة الله. قال أباك. قال أبوك. قال أبوك. قال أبوك. تمام. الآن النصب. قلت لأبيك. هذه نصب. نعم. صحيح. هاي شو؟ هو خليه يفكر. نصب. هذه نصب ولا جر؟ هذه جر. لماذا؟ صدقت في حرف الخفض وهو أحسنت. تمام. طبعا هي تنصب بماذا الأسماء الخمسة؟ تنصب بماذا؟ هي ترفع بماذا؟ ترفع بالواو. بالواو، وتنصب بالفتحة. بالألف، وتجر بالكسر أو بالياء. جميل. رفعناها. قال أبوك. الآن نريد منصوب مفعول به. رأى أحمد أو أحمد أباك. رأى أحمد أباك. ممتاز. والجر ذكرت مثالها قبل قليل. قلت لأبيك. ممتاز. الآن نختار غير الأب وهو الأخ. فاعل أتى أخوك. أحسنت. والجر أحسنت. ممتاز. أب أخ حموك. فاعل أيوة. أحسنت.
قلت لي حميك. تمام. فوك. نعم. أكل فوك. ضرب أحمد فاك. أو ضع هذه في فيك أو بفيك. ممتاز. واضح؟ ذو. جاء ذو مال. رأى خالد ذا مال. مررت بذي مال. هذه ذو. هذه الأسماء الخمسة. إذا الأسماء الخمسة تكون علامة خفضها الياء. تكون علامة خفضها الياء في الأسماء الخمسة. وفي التثنية الآن المثنى رجلان. قال رجلان. وإذا أردنا أن نلحق بها علامة خفض مررت برجلين. مررت برجلين. جميل. هذا إذا المثنى يخفض بماذا؟ بالياء، مثله مثل الأسماء الخمسة. نعم. والجمع. الجمع نأتي به جمع مذكر سالم. طبعا مقصوده بالجمع يعني جمع مذكر سالم، لأنه جمع المؤنث السالم سبقناه في الأول اللي هو الكسرة. جمع المذكر السالم العابدون. العابدون مرفوعة ولا منصوبة ولا مخفوضة؟ مرفوعة. العابدون. صلى العابدون. نريد أن نحولها الآن إلى الخفض، حالة الخفض، وتخفض بأي حرف؟ بالياء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تخفض بالياء. مثال على ذلك بالياء. مررت بالعابدين. مررت بالعابدين. طيب. رأى محمد العابدين. هنا جاء موضحها إيش؟ منصوبة. إذا تنصب وتخفض أو تجر بالياء. جمع المذكر السالم ينصب ويجر بالياء، لكن يرفع بالواو. ثم قال رحمه الله: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. أيوة، الاسم الذي لا ينصرف. والأسماء المنصرفة هذه من حالات الذكاء. يا الله توقيت. احنا مش كنا ونص؟ احنا المجلس الماضي ونص أذن. يا الله 10 دقائق 5 أيام. يا الله. يا الله. طيب. إذا الفتحة علامة للاسم الذي لا ينصرف. ينال. قال ينال لو. قال ينال. سلم. لا بلاش على. شاهد سالم ينال. ومررت بينال. مررت بينال، لأنه هو يخفض بالفتحة لا يجر. شوفوا الاسم الممنوع من الصرف من حسناته أنه لا يخفض. الله المستعان. جيد. إذا الاسم الممنوع من الصرف يكسر أو يجر بالفتحة. يجر بالفتحة. عثمان. نأتي على عثمان مثلا. مثال على عثمان. مثال على عثمان. عثمان أعطوني إياها مرفوعة. قال عثمان. قال عثمان. نو. قال عثمان. ما ينون. قال عثمان. طيب. رأى أحمد. رأى. أعطيني. رأى أحمد عثمان. رأى أحمد ولا أحمد؟ عاوزين أفعل. رأى أحمد عثمان. اثنين مصروفات. ومخفوضة. مررت بعثمان. أيضا مررت بعثمان. كيف الحال؟ الله يعطيك العافية. الله يسلمك. ما عندك مشكلة. لعله خير. لعله خير إن شاء الله. الله يحفظك. واضح يا إخواني هذه الأمور؟ إذا الرفع والنصب والخفض هذه حالات إعرابية 3 من أصل 4. من أصل 4 حالات. نعم. من أصل 4 حالات. يعني يبقى عندنا الحالة الأخيرة وهي حالة الجزم. نقرأها حتى نختم بها وما نقطع الفصل، وندخل إن شاء الله في المجلس القادم في فصل جديد. قال المصنف رحمه الله: وللجزم علامتان: السكون والحذف. نعم. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. نعم. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. جميل جدا. إذن
الآن الجزم، وهي الحالة الرابعة، القسم الرابع من أقسام الإعراب، وهو الجزم، وله علامتان، إما سكون وإما حذف. متى تكون علامته السكون؟ قال في الفعل المضارع الصحيح الآخر. ذكرنا أن الأفعال المضارعة آخر حرف منها قد يكون حرفا صحيحا وقد يكون حرف ماذا؟ علة. وحروف العلة كم؟ ثلاثة، وهي اللي هي واي، يجمعونها بواي أو أوي أو ياو بما تريدون. نأتي على فعل المضارع صحيح الآخر. أعطوني أي فعل مضارع صحيح الآخر. يقوم. 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 هذه ترى فيها حالة إشكالية هذه. لا لم يقم، هاي خليها. طيب خلونا على يؤذن. أبو زيد يؤذن. الله المستعان. نعم. ذكرنا بارك الله فيكم أن السكون هو علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم تدخل عليه حروف العلة، ومثالها يؤذن. يؤذن. لكن إذا أردنا أن نجزمها فهنالك علامات للجزم، هنالك علامات للنصب وعلامات للجر وهنالك علامات للجزم. ما هي علامات الجزم؟ أدوات الجزم: لم، لما، ولن. أنت جبت المنظومة. جميل. لا الناهية ولا النافية؟ لا من الناهية ولا النافية؟ الناهية. الناهية. جيد. لا الناهية. لا الناهية هذه من حروف الجزم. نأتي مثلا بمثال. الآن قلنا يؤذن. جيد. يؤذن أول نأتي بها فعل مضارع مرفوع. أعطوني فعل هذه كلمة يؤذن في جملة تأتي مرفوعة. يؤذن المؤذن. يؤذن المؤذن. جيد. نريدها الآن منصوبة، دخل عليها أدوات النصب. لن يؤذن المؤذن. دخل عليها علامات الجر. هل الفعل المضارع يجر؟ لا تدخل. الفعل المضارع لا يجر. الآن نريدها مجزومة. لم يؤذن المؤذن. لم يؤذني، طبعا إذا بدنا عشان منع التقاء الساكنين، لكن في حال وقفها لم يؤذن، ما نقول لم يؤذن، لن يؤذنوا أو لا تؤذنوا. ينبغي أن نسكنها لأنه لا الناهية التي تنهى تسكن. إذا نهيناه سكن. هذه قاعدة الاقتران. إذا نهيناه سكن. لا تقرأ يسكن. لا تأكل يسكن. إذا لا الناهية. جميل. هذه العلامة الأولى وهي السكون. العلامة الثانية وهي الحذف، فتكون علامة للجزم في الأفعال المضارعة المعتلة الآخرة. يعني ايتوني بفعل مضارع معتل الآخر يدعو، أدخل عليها علامة الجزم لا، لم، أو لا تدعو. لا تدعو. لا تدعو. الآن الذي حذف الواو، لكن بما أننا حذفنا الواو حتى يصلح الكلام نستعيض عن الحرف المحذوف بحركة من جنسه وهي الضمة. لا تدعو. جيد. لا تدعو. لا تدعو. مثلا تنسى. لا تنسى. لا تنسى ذكر الله. هذه يخطئون فيها، يحطوها على التكاسي وعلى البيوت وعلى كذا، يثبتون الألف يحذف لأنها مجزومة بلا ناهية. لا تنسى ذكر الله. نعم. وفعل الأمر صلي على محمد صلى الله عليه وآله. وفي الأفعال التي رفعها بثبوت النون اللي هي الأفعال الإيش؟ الخمسة اللي هي نتذكرها: يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. هذه الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم
تصب وتجزم وتجر بحذف النون. مثلا نأتي مثلا بتكتبون، فعل من الأفعال الخمسة أدخلنا عليها لا الناهية، لا تكتبوا، لا تكتبوا، جيد، حذفت النون، فهذه علامة جزمها. فإما أن تجزم الأسماء والأفعال بالسكون أو بالحذف. السكون كما ذكرنا في فعل المضارع الصحيح، وفي حالة الحذف فعل المضارع المعتل أو الأفعال الخمسة. هذه هي أقسام الإعراب الأربعة، أتينا عليها بأنواعها وبحالاتها وبعلاماتها. هنالك علامات مشتركة، جيد، وهنالك في الغالب علامات مفترقة بين كل قسم من أقسام الإعراب. سوف نأتي إن شاء الله تعالى في المجلس القادم إلى فصل قد جمع فيه المصنف كل ما تدارسناه في موضع واحد، ذكر المعربات، ثم سيدخل في فصل جديد وهو الأفعال. نعم. هل من سؤال؟ هل من استفسار؟ هل من توضيح؟ نعم، تفضل. نبدأ مثال على باء القسم. قل أبالله وآياته. أحسنت. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هل الباء هنا باء القسم؟ أكيد. مثلا نقول الجلالة المجهول بباء القسم. سبحان الله، أكيد، عجيب، سبحان الله. هنا باء ليست باء القسم، عجب. باء القسم السياق يكون سياق قسم، بالله لتفعلن هكذا. سبحان الله، تحتاج إلى مراجعة، لأن الباء هنا باء الجر. سبحان الله. قل أبالله وآياته. ممكن إذا كان السياق سياق قسم، لكن هنا السياق ليس سياق قسم، هو استفهام. أبالله وآياته كنتم تستهزئون، هنا سؤال ما في قسم. مثل ليست مثلا تالله لأكيدن أصنامكم، بالله لأكيدن أصنامكم. تكون خبر ولا إنشاء؟ القسم إنشاء، تكون إنشاء، ما تكون خبر، يعني ما تأتي بهذه الصيغة، تكون إنشاء. بالله الأفعال، والله لأكيدن أصنامكم، بالله لأكيدن أصنامكم، تالله لأكيدن أصنامكم. بالله وآياته ورسوله، هنا الاستفهام، والاستفهام خبر وليس إنشاء. ذكرها؟ نعم، والله تحتاج إلى مراجعة، وربما في القرآن الكريم لا يوجد قسم بالباء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الظاهر أنه لا يوجد، ما يوجد. نعم. آخرها إيه؟ غشاوة. نعم. قسم في حرف الباء في القرآن، شو هي الكلمة اللي فيها؟ نسيتها؟ حتى مطلع الفجر. أحسن. حتى يقول مصدر نعم. حتى يقول الرسول أيوة. آمن معه. حتى يقول الرسول، هذا فعل. نعم. عليكم السلام. حتى أبلغ مجمع البحرين. حتى هنا حرف نصب. نعم، دخلت على فعل. حتى أبلغ مجمع البحرين. الله يجزيكم خير.